ياسين بونو يتخذ قراره بشأن الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ. كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الدولي المغربي ياسين بونو ليس لديه مانع في الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ياسين بونو هدف لبايرن ميونخ ليكون بديلا للدولي الألماني مانويل نوير الذي لم يتعافى من الإصابة التي تعرض لها بنهاية عام 2022. بايرن ميونخ يقترب من التخلي عن بان سومير حارس مرمى الفريق بعد 6 أشهر فقط، مع رفضه أن يكون بديلا لمانويل نوير الموسم المقبل. كيسلر فيليب الصحفي الألماني والمقرب من نادي بايرن ميونخ أكد أن ياسين بونو أخبر المقربين منه أنه سيوافق على الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ وليس لديه مانع في أن يكون بديلا لمانويل نوير. ويرى النجم المغربي أنه سيكون له دور في الفريق الأول بعد اعتزال أو رحيل مانويل نوير، خاصة وأنه قادر على إثبات نفسه واستغلال الفرصة التي سيحصل عليها. أما فيما يخص اللاعبان المغربيان زوزولي ولامين يامال فإنهما حاضران في قائمة برشلونة لجولة الفريق الإعدادية بأمريكا بالمقابل غياب الأولمبي شادي رياض. كشف مدرب الفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز عن قائمة أسماء اللاعبين المتوجهين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض جولة إعدادية للموسم الرياضي 2023-2024. وعرفت قائمة النادي الكتالوني الإسباني تواجد الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، وكان عبد الصمد الزلزولي ضمن اهتمام المدرب تشافي، وذلك بعدما بصم على أداء كبير في آخر منافسة رفقة المنتخب الوطني المغربي، حيث توج بلقب هداف كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة بعدما تمكن من تسجيل 3 أهداف في هذه المسابقة القارية. وفضلا عن كونه هدافا للبطولة صنع لاعب برشلونة 3 أهداف بتمريرات حاسمة، أبرزها تمريرة هدف التتويج لزميله أسامة تيرغالين.